قال وزير العدل المغربي: إذا كان دخل الزوجة أكبر من دخل الرجل، يتوجب على المرأة النفقة على حد قول الوزير عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وقال باش تكون نوع من التوازن ونوع من العدل. يعني المرأة خصها هي إذا كانت عندها الدخل المادي أكثر من الزوج نتاعها، هي تصبح تنفق عليه. واعتبر هو هذا الشهادة اعتبره توازن وعدل. يعني الإسلام كي أعطى النفقة للرجل هو اللي كينفق على الزوجة نتاعو، معناه أنه ماشي عدل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النفقة توجب على الرجل ماشي على المرأة. أول حاجة الشيء اللي خصك تعرفوا وهبي، بأن النفقة، نفقة الرجل على المرأة ضرورية وواجبة. والآية الكريمة يعني ذكرت قوامة الرجل، يعني من ضمن قوامة الرجل أنه خصو ينفق على الزوجة نتاعو. و يعني النفقة هي تعد أيضا، يعني تعنى بالقوامة نتاعو، ماشي كما فهموا بعض الرجال بأن الرجل فضلوا الإسلام على المرأة، وفهموا واحد المفاهيم اللي هي مغلوطة. ف يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وضح لنا بأن الرجال واجب عليهم باش ينفقوا في الإسلام، بأنهم هما اللي كيتحملوا مسؤولية النفقة، ومسؤولية النفقة للرجل ماشي للمرأة. فالكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. واضح؟ انت بغيت تحل، انا اللي بغيت كنقول لك هذا الشيء اللي بغيت ديرو يا وهبي. واضح نتايا بغيت تحل واحد المشكله اللي خصها ما تتحلش بهذيك الطريقه اللي راك طرحتها، اللي هي المرأة خصها تنفق على الرجل. فمع كثرة الطلاق اللي تشهدها المحاكم في المغرب، وفي نفس الوقت البطالة موجودة بكثرة، يعني هذا اللي سبب يعني لي وهبي باش غادي يخرج لنا بواحد النتيجة. وهذا الشهادة نتاع البطالة اللي سبته الحكومة نتاع أخنوش، اللي هي حكومتكم يا وهبي، واللي باغي تخرج بواحد الحل سحري، حل المشكل، واللي هو المرأة خصها تدفع النفقة إذا كانت هي عندها دخل عالي على الزوج نتاعها. يعني يا وهبي المرأة في الإسلام ما يحقش عليها النفقة، وإنما إذا تكرمت منها وبغات تنفق فهذا من كرمها. وإلا إلا قلت ولكن إذا كان الرجل ما خدامش، فهنايا يخص حكومتكم اللي هي حكومة أخنوش هي اللي كتلقى الحل وتدير الخدمة للشباب. وهذا هو الحل السليم، وهذا هو الحل الوحيد اللي يحل جميع المشاكل نتاع الشباب، ويحل حتى مشكل الطلاق. لأن أكثر الطلاق يوقع لأن تلقى الزوج ماشي
قدام غادي يوقع خلافات، غادي توقع ضغوطات اقتصادية، فلهذا غادي يوقع الطلاق. فلهذا الحل ماشي هو أنك تخرج لنا بواحد شي حاجة اللي هي غريبة على المجتمع وغريبة، ما يعني راه حتى واحد ما غادي يطبق هذا الشيء اللي راك ديرو، اللي هو النفقة نتاع المرأة تنفق على الرجل. وفي نفس الوقت قوانين أخرى سمعنا بها في مدونة الأسرة اللي لا علاقة لها لا بالواقع ولا بالتقاليد المغربية ولا بأي قوانين.